تاريخيا كان وجبة دسمة لوسائل الإعلام، كل صغيرة وكبيرة داخل أو خارج النادي تحظى بمتابعة مختلفة. النصر والإعلام كانا متضادين وكلاهما يسير في اتجاه معاكس، وبنظر الأغلبية كان الإعلام سببا في أزمة النصر. نادي النصر مع الأمير عبد الرحمن بن سعود كان هو الذي يعني صراحة تحمل على عاتقه أمور كثيرة، ولن يستطيع أي أحد في ذاك الوقت، حتى ما كان أحد يقدر يسوي نفس اللي كان يسويه. الأمير عبد الرحمن رحمة الله عليه كان 24 ساعة تفكيره في نادي النصر، وعمله لنادي النصر، وتخطيطه لنادي النصر، ومشاويره كلها كانت لنادي النصر. لن تجد شخص مثله. يعني من الطبيعي غيابه بيحدث هذا الفرق. أيضا الأمير عبد الرحمن بن سعود يجب أن لا ننسى، لا يستطيع أي شخص أن يعوضه. أولا شخصيته الفذة، سرعة البديهة لديه، الخبرة الكبيرة والعريضة اللي يعرفها، الحنكة الرياضية اللي يعرفها في أمور كرة القدم واللي كثير ما يعرفونها إلا اللي اشتغلوا معاه. أيضا الأمير عبد الرحمن بن سعود كان له قوة. أنت تتكلم مع ابن ملك، إنه يكون رئيس نادي هو الإعلامي الأول، هذه أنا أعتقد أنه قد لا تكون حتى على مستوى العالم موجودة. هذا رجل استثنائي يجب أنه خلاص نحفظ له تاريخه ونتكلم عن التطور اللي صار. أنا أعتقد بالعكس أنه النصر انتقل إعلاميا من أنه يدافع إلى أنه بالعكس يصنع الحدث. أتكلم على وجه التحديد عن أقلام نصراوية استطاعت أن تصنع أحداث وأن تجر الطرف الآخر للدفاع. جمهوره محبيه، بل أكثر من ذلك ظلوا العلامة الفارقة لناديهم، دعموه، ساندوه، ووقفوا معه في عز أزمته وفي قمة توهجه، ليظل في عيونهم كما يعرفوه. عشق، حبوا نادي النصر وعشقوه، مو فقط لبطولة، يعني حبوا نادي النصر وعشقوه لأنه في قيم يدافع عنها وينافع عنها حتى جماهير الأندية الأخرى. يعني ما السر في تعلقهم في الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يغفر له ويرحمه، أو نادي النصر برضه. يعني الآن تلاحظ غالبية جماهير حتى الأندية الأخرى بعد ناديها دائما تلاقيهم يميلون لنادي النصر. لماذا؟ بقاء النصر تحت دائرة الضوء أنه فريق يستحق أن تعشقه، يعني فريق يعني له لون وطعم ورائحة، جمهوره في ازدياد، جمهوره هو في جمهور النصر يزعل ويغضب لكنه يظل متعلق متمسك بهذا الكيان. حتى في مباريات شوف أطفال صغار يعني. يا أخي العزيز، تابعت أو شفت حب ومتابعة نادي النصر في هالفترة هذه اللي تتكلم عنها أنت، أنه بدون بطولات وبدون أو في أزمة، شيء غريب الحقيقة، وعلى جميع المستويات، مش مستوى مثلا المشجع العادي، يعني مستويات حتى المسؤولين، حتى الفنيين كمدربين كإعلاميين كلاعبين. لا أعلم، رصيد نادي النصر كبير وكبير جدا الحقيقة. فحنا ما احنا في أزمة، هي الأزمة احنا يعني اقتنعنا فيها أو أنها موجودة، لكن ما احنا في أزمة الحقيقة، احنا بس نتلمس الطريق الصح. ومع مرور السنوات الطويلة لهذا النادي الخمسيني وما مر به من صعود وهبوط، هو الآن يعاني، إلا أنه يظل ركنا من أهم أركان كرتنا المحلية، وسيأتي أجيال ليحافظوا على هذا الموروث الكبير.